السلام عليكم. شكرا شباب، باقي 177 مشترك نطب 100,000 ما شاء الله، دعم كلش قوي. تابعوني على انستغرام، راح انشر ان شاء الله منشور تكتبون اسئلتكم بي على مود اجاوبه بالفيديو مال 100,000 ان شاء الله. فيلا هذا الفيديو عن سبب ضياع الايم، فراح اعطيكم ايش كم نصيحة ان شاء الله راح تفيدكم. اول شي الحركة اثناء الرمي اللي هي الدوج، فاكثرية اللاعبين قاموا يستخدموها وصارت الحركة تقريبا شبه تلقائية تصير. فانا هاي الحركة الصراحة متعلمها جديد، يعني ما اقول لكم من زمان، فبعدني مو كلش ضابطها. فشي يسوون؟ يحركون يمين يسار بس ينسون الايم على الخصم. هذا الشي غلط، لازم انه يركز ولازم يستخدم اصبع على مود الايم. ثاني شي الكراوتش يعني مو دائما تستخدمها، مرات بيها مضرة اكثر من النفع مالتها. انا دائما استخدمها يعني مسافة قريبة كلش، هاي تفيد. وثاني شي للبعيد همينه، انه الايم مالتك راح تثبته الك اكثر. كل حركة لها وقت معين وكل وحدة لها افضلية، مثل القفز، الانبطاح، والكراوتش. والجهاز همينه يأثر، يعني اذا جهازك مو قوي من تدوس كراوتش يعني حتى يتأخر، مثلا تدوسه اكثر من مرة يتأخر بهذا الشيء، فالجهاز يفرق. ثالث نقطة استخدام اصبعك ويا الجيروسكوب. اكو بيهم يقولون لا ما يفيد، بس صراحة يفيد كلش انه تستخدم اصبعك ويا حركة الجيروسكوب. مثلا واحد صار وراك، الجيروسكوب ما تقدر تفره الا تفر جسمك كله على مود تلحق على الوراك، فلازم تستخدم اصبعك. وكلش مفيد بالمسافات الوسط، القريبة، البعيدة. ومن تستخدم اصبعك جهاز عن جهاز، مثل ما قلت الجهاز يفرق، فجهاز عن جهاز يفرق، ملمس الشاشة، التعرق مال اصابعك. فافضل حل انه تشتري كفوف مال اصابع، اي محل ابو تليفونات راح تلقاهن عنده. رابع نقطة الحساسية. احتمال انت تشوف واحد محترف فتاخذ حساسيته، بس هي قلت لك الجهاز راح يفرق عندك، مو كل جهاز راح توالمه هاي الحساسية، وكذلك انت اصابعك والحركة مالتك، فلازم تشوف لك حساسية موالمة تناسبك انت. خامس نقطة الارتباك. اذا ترتبك حتى لو كان خصمك اللي ضدك ضعيف راح يقتلك، ليه؟ راح تنسى اسلوب المواجهة، ايش راح تسوي، التفكير مالتك، فراح تنساه كله وكتلتك تصير كلش سهلة. فلازم تعود نفسك انه تحس انه انت قوي، حتى لو بهذا الظرف، مثلا ظرف صار عندك انه 4 اجوك 3، انه الظل متماسك. لازم تقوي روحك بهاي الاشياء، فحاول تنزل سولو سكواد، اشتباكات تسوي هواية قريبة يعني. سادس نقطة لازم تسوي حماء قبل لا تدخل كلاسيك تلعب ويا جماعتك او وحدك او اي شي، لازم تسوي حماء. فالعب روم ضد واحد قوي او العب مستودع كم جيم لحد ما تحمي، لحد ما تشوف روحك اوكي تمام، السرعة مالتك تمام، يعني حركتك سريعة، فبهذا الوقت تقدر تروح تلعب كلاسيك اي شي بطولات. سابع نقطة مسكة الجهاز. كل شخص له مسكة خاصة، اذا مسكت غير مسكة فاحتمال ما تعرف تلعب، فلازم انه تشوف افضل مسكة الك انت مرتاح بيها، ماخذ راحتك، الوضع يكون تمام. فهاي النقطة مهمة، وهاي النقاط اللي اعرفها حاليا. ان شاء الله ما اكون نسيت شي. شكرا على متابعتكم الي، وشكرا على دعمكم. لا تقصرون شباب، خلوا لايك، اشترك بالقناة، ما بقى شي لل100,000. يلا خليكم ويا اللقطات ان شاء الله تعجبكم. مع السلامة. قاعدة لعبة جوا
كفو. لك شنو العمل؟ شنو هذا؟ ورب واحد. انتهيت. راح ماكو. ندمج الثاني. ناخذ الثاني. تعال شكل تعال. شوف نوك نوك كلهم نوك. حس M7 وسكوب. يا وحش حسيت جبراني. واخد طب يا وحش يخسي ذا طبيعي يفنش. يخسر. ناس صاحبي. السكواد الثاني. هاتش. ترى شجرة جنبك. خرب بالجروز الزربة قامت تشمر طلق. لك كان سكواد. تعال تعال. بديت. تعال بص. يلا. يا عمري ما كنت بدع والله. لك انا كل شوي انك اثنيناتهم. لا واحد. بتمنى نجيبه. بساعدك بساعدك. جاي تسوي. كفو. لا السلام عليكم. السلام عليكم. نمو دوق. هذول ها سيارة. وقف. ثاني نوع. يا عمري بقى واحد ما جاي قبل. بدي كل جبت يا اخي جبت بدي على الاخير.